السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنقص مع بعض ونقفل برضو في نفس الوقت. معايا قطعة قماش اهي. دي كانت عندي بصراحة، انا ما اشتريتش ودي كمان كانت عندي لان انا نزلت عشان اجيب الشغل اللي مطلوب مني، بس للاسف ما لقيتش النقشات اللي انا عايزاها. فانا ما حبيتش ان انا ايه يعني، ما حبيتش ان احنا نعطل نفسنا، فقلت اشتغل باللي موجود عندي. انا عندي دي 2 متر، تمام، زي ما هي كده، مش هاخد منها حاجة. ده على فكرة لونه احمر، بس هو ممكن يكون فاتح شوية معاكم في الكاميرا. هاخد من دي برضو 2 متر، هاخد منها متر واحد علشان هعمل له الكورنيش، والباقي هخليه للخداديات لو كفة. بصوا، همسك المزورة واقيس كده، مع اني ما بحبش المزورة بس انا هشتغل بيها معاكم النهارده. ادي المتر اهو، تمام، باين كده. طبعا الطقم ده هيبقى بسيط جدا، مفهوش اي حاجه، مفهوش شغل كتير، بسيط بسيط بسيط، معنى البساطه يعني. طبعا انا بنطل القماش كويس جدا علشان مظبوط معايا. طبعا احنا مش هنصور بقى مش عاملين فيديو للقص، علشان انا كده كده لسه هكمل بقيه القماش المره الجايه ان شاء الله. انا بس ايه، حبيت ابدا معاكم بقطعه القماش اللي موجوده عندي دي عشان ما نتعطلش. ادي كده المتر بتاعنا اهو. هفصل، انا قسمت الكورنيش المتر بتاعي نصين علشان اخلي عرض الكورنيش يبقى معايا 50 سنتي، تمام كده. زي ما عودتكم كل مره، انت معاكي وش القماش اهو، هترمي الطرف ده كده وتاخدي الطرفين الوسطانيين دولت وتخيطي على طول علشان ما يحصلش معاكي لخبطه. ماشي، لو في اي زياده كده ولا كده بتبقى الزياده دي من عند التاجر، ساعات ما بتبقاش ايدين اللي بيقصوا مظبوطه، فعشان كده ممكن تلاقي حته واربه معاكي، فبتظبطي انت ايديكي في النص وانت شغاله. والقطعه دي اهي، دي مترين من البرسل للبرسل. احنا اتفقنا ان احنا مش هناخد حاجه من البرسل للبرسل، لان دوت بيبقى عرض القماش ما بناخدش منه حاجه، عشان بيبقى من عند المخدات والرجلين طول الملايه 240، فما بناخدش منه حاجه. ادي كده اهو، دي متر ونص. ماشي، نعمل ايه تاني اهو. ايه 49 يعني مترين. دي كده مترين، انا مش هاخد منها حاجه خالص، لان انا النهارده الكورنيش بتاع الملايه هيبقى كورنيش بسيط جدا، ولا هقص فيه حاجه ولا هشكل فيه حاجه، وهيبقى سهل جدا جدا. نظام الحلقه النهارده يعني بسيط جدا ومفيهوش اي حاجه خالص. بسم الله. بصوا يا بنات اهو، واحده بوحدتين.
انا بوريك الطريقتين، الطريقه اللي هي قبل من غير الملايه، والطريقه اللي بعد الملايه، اللي على الملايه، واللي يعجبك اعملي، الاتنين صح. طبعا انا هنا بكبر الكسره علشان الوصله دي عايزه اداريها، ماشي. ركزي في الحته دي، ما تخليش الوصله بتاعتك تبان. سهله اهي ومفيهاش اي حاجه. عايزه اقول لك ان الطقم ده ابسط 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 مما يمكن، يعني اي حد يعرف يعمله. بتني كده واروح ايه نازله بيها كده، صبعي ده بيبقى تحت القماشه عشان اتني عليه. يا رب تكون الشغل واضح قدامكم، وتكون يعني المعلومه واصله لكم سهله ان شاء الله. انا بمشي معاكي واحده واحده اهو. متنسيش اللايك، السبسكرايب، تفعيل الجرس على الكل، وشير فيديو يستفيدي، ودعوه حلوه من قلبكم كده. يا ريت يا ريت يكون في تفاعل يا جماعه، عايزه تفاعل، عايزه رايكم. ايه الشغل ده عاجبكم؟ ايه محتاجين حاجه انا ممكن اعملها لكم؟ طقم، تفصيله، يعني اي استفسار انا معاكم فيه. انا مش هبخل عليكم بحاجه، بس عايزه تفاعل منكم، ماشي يا بنات؟ انا بحاول ان انا ايه اكسر كتير علشان مش عايزه يفيد حاجه مني في القماش. احنا عاملين المقاسات، يبقى نحط المقاسات بتاعتنا اللي احنا عملناها، نظبط ايدينا، كل حاجه سهله ان شاء الله. انا كده خلصت معاكي الكورنيش، والكورنيش ده من اسهل الكرانيش اللي احنا عملناها. بصوا بصوا، هو على فكره اللون ده بيمشي معاه برضو البامبا او الروز، شكله حلو جدا، بس انا عندي ده متوفر فانا حبيت اعمل بالمتوفر عندي علشان ما اتاخرش عليكم برضو. هبتدي اعمل تانية جوه التانية. انا ابتديت لي معاكم الملايه اهو، وده هيتعمل اوفر. هكمل بقيه التانية وارجع لك. انا كده لسه بكمل التانية اهو، الكورنيش اهو. بس الكورنيش سهل جدا، الطريقه دي حلوه برضو وسهله. لفي كده وتحطي صبعك كده، الصبع التاني فوقيه، سهله جدا. بس اهم حاجه يبقى قدامك ايه مساحه.